ها شباب، النهارده ليله سعيده، ليله جميله لجميع الزملكاويه. الزمالك يحقق انتصاره في كره القدم الاول منذ فتره كبيره على اسوان 1-0، ويحقق كاس الكؤوس للمره السابعه على التوالي في كره اليد. ليله سعيده لجميع الزملكاويه. الزمالك يتشبك بالمركز الرابع في الدوري المصري، يلحق بالكونفدرالية المربع الذهبي، وكمان يفرق عن المركز الخامس للمقاولون العرب ب6 نقاط بحالهم. يعني كمان الماتش اللي جاي لو كسبوا مع الداخلية يبقى خلاص كده ضمن مقعده في الكونفدرالية والمركز الرابع. وكمان مقاولون العرب متقدم عنه ماتش، يعني لعب 28 مباراة والزمالك لعب 27 مباراة. دي حاجة للزمالك تحسب له. والمرة القادمة إن شاء الله بيتسو موسوماني هيقود مع الزمالك الموسم القادم. يبقى المدرب الحالي ملعب مع أسوان خطة 5-5، 5 في الهجوم و5 في الدفاع. إزاي؟ فهمها لي إزاي؟ واحد يقول لك لا يا عم مش خطة 5-5 هو لاعب بيها دي خطة 4-3-2-1. لا يا حبيبي هي 5-5. انت عندك في الزمالك مين اللي بيلعب ومين خط النص؟ عندك في الزمالك انت 5-5 اللي انت بتلعبها او الخطه اللي انت بتلعبها ديت. عندك خط نص بيلعب دفاع وبيلعب هجوم، لازم انه يجيد الاثنين مش حاجه واحده. انت عندك الخط النص في الزمالك ولا بيعرف يلعب يمين ولا شمال، والحمد لله على الله مكسبها بالحلال. ما تنساش تعيبك الفيديو، تشترك في القناه وفعل زر الجرس، والسلام عليكم.